عمرك شفت كلمة إعلان ممول على فيسبوك وقلت هو ده معناه إيه؟ وهل فعلا الناس بتدفع فلوس علشان منشور يظهر؟ وليه الشركات وأصحاب المشاريع بيعتمدوا عليه بشكل أساسي؟ في الفيديو ده هشرح لك الإعلان الممول على فيسبوك شرح نظري كامل وبسيط من غير أي تعقيد ومن غير خطوات تقنية علشان تفهم الفكرة صح قبل ما تبدأ تعمل إعلان ممول. وإن شاء الله هيبقى فيه فيديو عملي، شرح عملي إزاي تعمل حملة إعلانية وتديرها وتعمل من خلالها مبيعات إن شاء الله. خلينا نبدأ من الأساس. أي منشور بتنشره على صفحتك في فيسبوك بيوصل لجزء صغير من متابعينك، ده اسمه الوصول المجاني أو الأورجانيك ريتش. فيسبوك مش بيعرض كل منشور لكل الناس لأن المحتوى ضخم جدا. طيب لو أنت عايز توصل لعدد أكبر أو توصل لناس مش متابعينك أصلا، هنا بيجي دور الإعلان الممول. الإعلان الممول ببساطة هو إنك بتدفع مبلغ مالي لفيسبوك علشان يروج منشورك أو الفيديو أو العرض بتاعك ويعرضه لجمهور أكبر، والأهم جمهور أنت بتحدده بنفسك أو بتستهدفه بنفسك. يعني أنت مش بتدفع علشان الانتشار، أنت بتدفع علشان الاستهداف الذكي. تقدر تختار الإعلان يظهر لمين بالظبط، سن معين، بلد أو مدينة، اهتمامات، مجالات بيتابعوها، سلوك شرائي، اهتمامات رياضية أو تعليمية أو تجارية. مثال بسيط يوضح لك الفكرة: لو بتبيع كورسات تسويق تقدر تعرض إعلانك للناس المهتمين بالتسويق والأعمال فقط، بدل ما يظهر لأي حد وخلاص. يعني بدل ما الإعلان بتاعك يظهر لأي حد وخلاص، مهتمين وغير مهتمين، لا، أنت تقدر تستهدف من خلال الإعلان الممول الجمهور المهتم فقط بمجال التسويق الرقمي، وده بيوفر عليك فلوس كتير ويرفع نسبة النتائج بتاعتك. خلينا نتكلم عن نقطة مهمة: هل كل الإعلانات الممولة هدفها البيع؟ لأ طبعًا. فيسبوك بيخلّيك تختار هدف الإعلان من البداية، زي في زيادة مشاهدات الفيديو، زيارة لموقع خاص بيك أو متجر إلكتروني خاص بيك، في الغرض منها رسائل على واتساب أو ماسنجر. طيب تحميل مثلًا تطبيق، في المبيعات ودي أشهرهم أو مشهورة جدًا في مجال الإعلانات الممولة، في الengagement أو التفاعلات، وفي زيادة المتابعين للصفحة. بس أنت بتختار الهدف، أو اختيار الهدف بالنسبة لك بيفرق، لأن فيسبوك بيعرض الإعلان بالطريقة اللي تخدم الهدف ده تحديدًا. نيجي للميزانية. من أكبر مميزات إعلانات الفيسبوك إنك تقدر تبدأ بمبلغ صغير جدًا، مش لازم ميزانية ضخمة، عكس الإعلانات التقليدية اللي بتظهر على التلفزيون أو البانر في الشوارع. والإعلان الممول بيكون الفاعلية بتاعته أكثر فاعلية من الإعلانات التقليدية. يعني تقدر تحدد ميزانية يومية أو توقف الإعلان في أي وقت أنت عايزه، وتجرب وتشوف النتائج وتعدل في الإعلان لو في مشكلة معاك. طيب هل الإعلان الممول ينجح لوحده؟ الإجابة لأ طبعا. نجاح الإعلان بيعتمد على شوية عوامل مهمة: فكرة الإعلان نفسها بيتكلم عن إيه، وقوة العنوان، لازم تكتب عنوان يكون جذاب، وجودة الصورة أو الفيديو الخاصة بالمنتج، ووضوح الرسالة بتاعتك، واختيار الجمهور الصح. دي مهمة جدا جدا في مجال الإعلان الممولة أو الإعلانات الممولة. وفي فيديو عندي على القناة شرح إزاي تستهدف جمهورك الصح، ودعوة واضحة للتصرف. طيب يعني لازم تقول للمشاهد يعمل إيه بعد ما يشوف الإعلان، يعني مثلا اشترك، اشتري، سجل، اتواصل معايا، شاهد الفيديو. من غير توجيه واضح النتائج بتاعتك لازم بتبقى ضعيفة. لازم توضح التوجيه بتاعك. كمان لازم تفهم إن الإعلان الممول مش سحر، هو أداة قوية لكن محتاج تجربة وتحليل وتطوير. الناس الناجحة في الإعلانات دايمًا بتختبر أكتر من نسخة وتشوف الأفضل وتكمّل عليه. الخلاصة من اللي أنا قُلته ده كُلّه: الإعلان المموّل على فيسبوك هو وسيلة مدفوعة بتخلّيك توصل بالمحتوى بتاعك أو المنتج أو الخدمة اللي بتقدّمها بتاعتك للناس المناسبة. يعني أنت بتحدد جمهورك المناسب أو اللي هيتفاعل أو هيشتري المنتج أو الخدمة اللي بتقدّمها.
بدل ما تستنى الانتشار العشوائي، بدل ما فيسبوك يعرض لك المنتج بتاعك على ناس مش مهتمة، فمش هتعمل مبيعات. ولو اتعمل الإعلان الممول صح ممكن يحقق نتائج قوية جدا حتى بميزانية صغيرة. أيوة، لو اتعمل صح بيعمل معاك أو بيحقق لك نتائج قوية جدا. لو حابب لو حابب تعرف إزاي تعمل إعلان ممول أو تدير حملة إعلانية على فيسبوك، يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وتستنى الفيديوهات الجاية إن شاء الله. هيبقى فيه كورس عن إعلانات فيسبوك الممولة. والسلام عليكم.